السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين إيه؟ لسه مخلصين الماتش وهتبقى بطولة منيلة ب60 نيلة. الماتشات اللي في المواعيد دي مش هتنفع يا جماعة، مش هينفع والله. احنا ناس عندها شغل الصبح وقصتنا حزينة يعني. أنا مديري هيشوف الفيديو ده هيقول لي التسارات ده كله هتيجي بدري إزاي؟ قصة ما يعلم بها إلا ربنا. تعال نتكلم سريعا عن الماتش. لو انت مستني مني ان هكون بهاجم كابتن حسام حسن او بتكلم على كابتن حسام حسن غلط او بنتقده، لا صدقني، لا. انا شايف ان الماتش ده احنا لازم نستفيد منه، لازم نفهم ان احنا طبيعي جدا يبقى في فرق سرعات بيننا وبين البرازيل، وطبيعي ان انت ما تقدرش تجاريهم. يعني خلينا نكون منطقيين. احنا لو فكرنا نجاري البرازيل، اصل في ناس تقول لك انت معاك الكوره العب مش هتجاري. يعني كبيرك هتمسك كرة ربع ساعة ومش هتقدر تجاري بقية الماتش، مش هقولك بقية الشوط. فطبيعي جدا ان انت كنت تنزل بالاسلوب ده وتشوف نقاط الضعف بتاعتك فين. ما برضو المنتخب عنده مشاكل. عندك، احنا نتكلم بقى من كل لاعب كده. مصطفى شوبير طبعا لا غنى عنه، حارس اساسي لوحده شايل في الشوط الاول 3 تجوان. ما ينفعش نفكر ان احنا نوقف الشناوي او الكلام ده كله. باك يمين هو محمد هاني طبعا موجود، وده الاساسي. مشكلة عندك بقى في قلبين الدفاع. ياسر ابراهيم انا النهارده مش مبسوط منه خالص. عارف ان انت بتلعب لعيبه البرازيل، لعيبه البرازيل مهاريه، طبيعي جدا تكون بتكلفتك، طبيعي تكون بترقصك. بس حسيت ان هو تايه، حسيت انه بيروح لنص الملعب ويرجع. بتعمل ايه ده؟ في كوره في الشوط التاني فضل يلف تنوره، فضل يدور كده، يمشي كده في نص الملعب كله، ورجع تاني في الدفاع، وقف شويه باك يمين ملهاش لازمة، غير الكلفته اللي اتكلفتها. ده في كوره يا عيني طقطق ظهره. فلا، ما ياسر ابراهيم كان اداؤه سيء جدا. ومش هتطمن لو شفته بيلعب في كاس العالم. ويمكن لو رجعنا للفيديوهات القديمه اللي قبل كده، انا كنت بتكلم من ايام ما القايمه نزلت ان ياسر ابراهيم مستواه مش زي ما كان في افريقيا، مستوى مختلف تماما. فبناء عليه انضم للمنتخب، ويمكن الماتش ده اكد كلامي. احنا بنتكلم محمد عبد المنعم، انا شايف ان هو واقف على ارض صلبه، قوي جدا، بيلعب بثبات وبهدوء. فما فيش مشكله فيه. مشكله هتبقى في حمدي فتحي، هيلعب في نص الملعب ولا هيلعب في المدافع، خصوصا ان احنا شفنا. خلينا هنجيلها دلوقتي، بس خلينا نقول باك شمال فتوح. لعيب كوره يا جماعه، ما ينفعش فتوح ده ما يكونش اساسي. هنيجي لمهند لاشين. مهند لاشين جاله لاج، مهند لاشين اتخض، ودي مشكله اللاعب المصري. اللاعب المصري متعود على تيمبو او ايقاع الدوري المصري، ان انا اهدى واخد الكوره واستنى مين جاي مين رايح، ندور ايه الكلام على ايه. لا، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده يا حبيبي. هتلاقي الكرة بتتقطع منك بسرعة. زائد ان انت ما كانش يعني ما كنتش مزنوق. يعني شوبير لما اداك الباص انت ما كنتش مزنوق، انت كان قدامك الاثنين مدافعين وجنبك مروان عطيه. انت اللي زنقت نفسك بنفسك، انت كنت عايز تلف وتدي وشك للملعب، ما انت مش هتلحق. فده مش هيحصل. فمهند لاشين هيبقى كابتن حسام حسن، هل هيقدر يديله الثقه ويبدا بيه تاني ماتش بلجيكا، ولا هيقرر انه يلعب بحمدي فتحي بقى نص ملعب وجنبه مروان عطيه، والاثنين اللي ورا دول يبقوا محمد عبد المنعم ورامي ربيعه او ياسر ابراهيم؟ مش عارف، هتبقى دي اللخبطه. مروان عطيه طبعا نحله دبور في نص الملعب. بس عندي مشكله بقى، ودي اللي لازم تتحل. يمكن دي اللي ميزه الماتشات اللي زي كده. الماتشات اللي زي كده بتوريك انت فين، مشاكلك فين. مشاكل المنتخب دلوقتي هي في حاجتين اتنين: الاختراقات اللي من العمق. انت عندك اي باص في العمق بيعدي بيوصلك اللعيب، الثرو، اي ثرو من نص الملعب في العمق بيوصلك. انت شفنا ده كان واضح جدا في الشوط الاول. المشكله التانية فين؟ وطبعا دي ظاهره في الشوط الاول. احنا عندنا الباكين كانوا هيثم حسن وتريزيجيه. تريزيجيه ما يلعبش تاني، مش عايز اشوف المنتخب بجد يعني. عبث كروي بيشوفوا يعني. كل كوره لازم يظهر فيها امكانياته، والكرة اسهل من كده بكتير يعني. حتى الكرة اللي جات له في الشوط الاول كان اللي سهل يشوطها ما شاطهاش واداها لفتوح، وفتوح تقريبا زي ما تقول ما كانش محضر يعني. لا، فاحنا عندنا مشكله ان هيثم حسن وتريزيجيه كانوا بيبذلوا مجهود. ما اقدرش انكر ده. هيثم حسن كان بيرجع وبيدافع مع محمد هاني، ودي ما شفناهاش من محمد صلاح طبعا. في الشوط الثاني طبعا صلاح مش هيرجع، وتريزيجيه كان بيرجع وبيدافع. طيب احنا عندنا بقى دلوقتي، هل انا شايف التشكيل الامثل او الطريقه اللي نلعب بيها احسن ان انت تلعب بهيثم حسن زي ما هو جناح يمين، والجناح الشمال ما يبقاش تريزيجيه. تريزيجيه خلاص يا جماعه، ما تستناش منه انه يديك 60 دقيقه حتى. جناح الشمال يبقى زيكو. اللعيب بصوا يا جماعه، هو خلاص، هو ده. انا شايف ان هو ده محمد ناجي جده الجديد. زيكو ان شاء الله ربنا هيكرمه في البطوله دي وهيتوفق.
نلعب ب10 بقى، يبقى انت عندك اكتر من اوبشن بقى، تلعب ب10 او هتلعب بمدافع تالت برضو، الله اعلم انت هتعمل ايه. بس انت هيبقى عندك المهاجم بتاعك عمر مرموش، فعندك في واحد ناقص. يا اما لو هتلعب ب 4-2-3-1 هتلعب بمحمد صلاح 10، ويبقى بقى ايه شادو سترايكر، ويبدل هو وعمر مرموش، لان صلاح مش هيرجع، وانت طبعا عمرك ما هتلعب من غير صلاح. فهيبقى عندك النقطة دي. ممكن بقى هنا انت لو لعبنا الصراحة 10 عايز تنزل امام مكان حمدي او مكان مهند لاشين مع مروان عطية، تنفع فيها. من الاخر انا شايف ان المشكلة كلها هتبقى عندنا في 3 في نص الملعب، الثلاثة بتوع نص الملعب دول هيبقوا مين مع مروان عطية؟ هل مروان عطية وجنبه امام وقدامهم محمد صلاح، ولا مروان عطية وجنبه هيكون حمدي فتحي وقدامهم صلاح او امام؟ هيبقى عنده المشكله دي. وارد ان هو يخلي صلاح كتبديله تانية، بس اعتقد ده هيكون صعب، مش هيقدر انه يقعد صلاح دكه. انا شايفها هتكون صعبه قوي ومش سهله انها تتقبل. دي نظرة عامة عن الماتش. احنا واقفين كويس جدا، لعبتنا كويسة جدا. ممكن يكون كان فيه الرهبة وفيه الخوف، ولما كنا بنمسك كورة كنا بنتحرك وبنروح، بس فيه رهبة، فيه تيمبو مختلف، فطبيعي اللعيبة مخضوضة، اللعيبة مش عندها الثقة كاملة. مستنيين اكتر ان شاء الله، وبالتوفيق للمنتخب في الماتش النهائي سوري، في اول ماتش مع بلجيكا. وان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا ونصعد ونبقى حققنا اول فوز في كاس العالم.